مساء الخير. انتهت منذ قليل مباراة نادي بيراميدز ونادي الإسماعيلي في الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز، بفوز نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف. أحرز أهداف المباراة، أحرز هدف الإسماعيلي ياو أنور في الدقيقة 12 من الشوط الأول، واحرز اهداف نادي بيراميدز عبد الله السعيد في الدقيقه 66، واحرز هدف الثاني فقري لقاي في الدقيقه 86. وكان في حاله طرد للنادي الاسماعيلي للاعب محمد هاشم في الدقيقه 41. الاسماعيلي قدر انه يسجل اول اهدافه في الدقيقه 12، كرة جميله جدا من ناحيه الشمال، اتلعبت له لف بيها وحطها على طول برجليه اليمين على شمال حارس المرمى. الاسماعيلي ابتدى المباراة بشكل دفاعي مع اللعب على الهجمة المرتدة، وعملوها كويس اوي الصراحة. يعني كانت هجمة اللي هو هجمة الهدف بتاع ياو أنور، ونهوا الهجمة كويس. كانت أي فرصة لبيراميدز في الشوط الأول كانت بتفشل. كان دفاع الإسماعيلي كان بيقف قدام هجوم نادي بيراميدز، وتألق برضو حارس المرمى مال السيد، وقدر إنه يتصدى للهجمات اللي جت على مرمى الإسماعيلي في الشوط الأول. في الشوط التاني نزل نادي بيراميدز مهاجم وقدر انه يحرز هدف عبد الله السعيد من ضربة جزاء صحيحة، وقدر كمان فقر اللقاي انه يستغل خطأ الدفاعي من لعيبة الاسماعيلي ومن حارس المرمى، وقدر انه يسجل الهدف الثاني عشان المباراة تنتهي بهدفين مقابل هدف لصالح بيراميدز. وكمان ضربة الجزاء الغريبة جدا دي من محمد عبد السميع، عايز اقول هو صغير في السن وعدم خبرة منه انه يعني انه يستقبل الكرة كده بدراعه كده في منطقة الجزاء، او يكون فارد دراعه في منطقة الجزاء. كان لازم يكون يعني ايه مثبت ايده حتى على الاقل تبقى جنب جسمه، متبقاش جزء من تبقى جزء من الكرة، تبقى جزء من جسمه مش جزء من الكرة. تمام. على العموم نتيجة احزنتنا كلنا، ولكن لسه الدوري طويل. اتمنى ان المباريات القادمة ان النتائج تتحسن ونشوف الاسماعيلي بيفوز ان شاء الله. مباراة البنك الاهلي القادمة مباراة صعبة، ولكن الاسماعيلي ان شاء الله يعمل نتيجة ايجابية ان شاء الله. دلوقتي هنشوف ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء هذه المباراة. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم.